الحكاية بدأت زمان قوي، تحديدا في أرض الصين سنة 2500 قبل الميلاد. كان في اللعبة دي الكسبان فيها كان بيحصل على الطعام، الخسران كان بيجلد. وزمان من 300 سنة قبل الميلاد وجدوا رسوم ونقوش على الجدران المعابد المصرية تؤكد أن المصريين القدماء لعبوا اللعبة دي. في العصر الحديث وجدنا في إنجلترا سنة 1016 وأثناء الحرب الإنجليزية مع الدنماركيين وأثناء انتصار الجنود لعبوا اللعبة دي وبدأت تنتشر، لكن بمرسوم ملكي. وقفت اللعبة دي تماما لأن اعتقدوا اللعبة دي هتأثر على اللعبة الأساسية والرئيسية في البلاد في هذه الفترة وهي الرماية. لكن انتشرت اللعبة سنة 1710، دخلت المدارس الإنجليزية. 1857 أنشئ أول نادي لهذه اللعبة. أنا تامر لاشين والنهارده جاي أكلمكم عن كرة القدم، وده من خلال 3 محاور رئيسية. المحور الأول تاريخ وإنشاء كرة القدم. المحور الثاني وهو إنشاء الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. المحور الثالث إزاي كرة القدم بقت صناعة تؤثر في الاقتصاد العالمي لكل الدول.